عملنا حاجات كتير للفطار، تعالوا المرة دي نعمله للسحور. راح نعمله العيش المضفر أو الكعكة المضفرة زي ما انت شايفين كده، ليه كذا اسم. طريقته سهلة خالص وبسيطة وهاشش معايا وقطنية، ما شاء الله عليه بجد. العيش الجميل اللي قدامنا ده يا جماعة بيتباع في رمضان، بيبقى طعمه جميل جدا بالزبادي باللبن. في السحور ما شاء الله عليه بجد، ريحة وطعم خطيرة زي ما انتم شايفين كده، هاشش معانا وجميل جدا يا جماعة بجد. ولو عجبك الفيديو ما تبخليش علينا في اللايك والاشتراك، ويلا نشوف الوصفة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يلا نسمو بسم الله ونشوف وصفتنا. معايا 4 كوباية من الدقيق، ومعايا معلقة بيكنج باودر، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ومعايا زبدية أنا بس مطلعاها من التلاجة حطاها في مية دافية عشان ما تبقاش سعانة قوي. أنا معايا الطبق حطيت فيه كوباية مية دافية، وحطيت فيه ربع كوباية سكر، وبعد كده نروح حاطة فيه ربع كوباية زيت. لو حابة تعجنيه بسمنة بيبقى جميل جدا، حطي معلقتين سمنة بدل الزيت. بعد كده أحط معلقة خميرة، وأحط ربع معلقة من الملح. طبعا انا حطيت الزبديه يا جماعه، بس اللي كان التليفون بتاعي فصل ما جابش لقطه الزبديه وانا بحطها في المكونات. وبعد كده رحت حطيت الدقيق بتاعي، انا الدقيق النخلاء 4 كوبايات من الدقيق. احط معلقه صغيره من البيكنج باودر. طبعا احنا حطينا كل المكونات زي ما انتم شايفين كده. راح اقلبها وبعد كده اروح عجنه بايدي. انا حاطه عندي هنا كوبايه ميه دافيه، لو احتاجت ميه دافيه احط لها. لو حابة انت تحطي بدل الزبدية كوباية لبن بتبقى جميلة جدا، حط كوباية لبن. ألم العجين بتاعي بإذن الله، لو احتاجت مية أحط لها. خلصنا العجين بتاعنا زي ما انت شايفين كده، ما شاء الله عليها، بقت عجينة تخينة وناعمة جدا ولها عرق. أحط لها معلقة زيت. زي ما انت شايفين الطبق بتاعنا ما فيهوش أي حاجة، إنما معجونة حلوة مش بتلزق ولا. أغطي العجين بتاعي وأسيبه لمدة نص ساعة يخمر بإذن الله. والعجينة بتاعتنا خمرت، خدت معايا نص ساعة ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا راح افضيها على الرخامة كده. قطعت العجين زي ما انتم شايفين كده، خليتها زي الكور. بعد كده نروح على طول بعد ما اقطع العجين اجيب العجينة كده، اجيب اول وحدة ما قطعتها وافردها بايدي، اخليها زي اسطوانة زي ما انتم شايفين. عشان اطولش الفيديو عليكم بنفس الطريقة دي اعملها، اعمل 3 اجي من فوق ونروح قافلاها، وبعد كده اضفرها زي ما انتم شايفين كده بالضفيرة. طريقتها سهلة خالص وجميلة، والعجينة بتاعتنا ما شاء الله عليها جميلة جدا، تنفع تشكليها في كل حاجة. بعد ما ضفرتها كده العجينة اجي بروح قافلاها، تقفليها كده وتبططيها بايدك. بعد كده اروح جايبة السمسم بتاعي واحطه. طبعا انا كنت عاملة واحدة قبل كده زي ما انتم شايفين، طريقتها سهلة خالص وبسيطة وجميلة. بعد ما خلصنا الشكل الجميل ده وضفرنا الضفيرة الجميلة ديت زي ما انتم شايفين كده، اجيب السمسم ورشته فوقيها. لو حابة تحطي حبة البركة بتبقى جميلة جدا. ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة، شكلها جميل جدا راح تعجبك. خلصت الكعكيتين الجمال دول. بعد كده اروح رايحة اعمل الشكل التاني. طبعا انا راح اخدها على كده واحطها في فرن البوتاجاز. انا مدفية فرن البوتاجاز عشان تخمر معانا بسرعة. حبيت اعمل شكل تاني زي ما انتم شايفين كده، برمتها زي الاسطوانة بالظبط العجينة بتاعتي. بعد كده لفتها اللفة الجميلة دي، احطها في الصينية وارش فوقها السمسم، بتبقى طعمها. وخلصنا العيش بتاعنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، اسيبه بقى منا يخمر.
بإذن الله. والعيش بتاعنا خمر زي ما انتم شايفين، قب معانا وجميل جدا. اروح على طول على كده اشغل البوتاجاز وشغل الهواية عشان يحمر من فوق ومن تحت. والعيش بتاعنا خلاص خلصناه وسويناه. بعد ما طلع من الفرن يا جماعة، أنا جبت زي شاشة كده ورحت غطيته عشان تطلع الوش بتاع الفينو بتاعنا أو العيش المضفر يبقى طري. ما شاء الله عليه بجد، بقي معانا طري وجميل جدا. راح يعجبك لو جربتيه. ما خدش معايا وقت خالص. بعد الصلاة كده وصليت الفرض اللي عليا، وقمت على طول عملت 4 كوبايات من الدقيق، عملت لي الكمية الجميلة دي. ما شاء الله ريحته جميلة جدا وطعمه جميل وشكله جميل زي ما انتم شايفين. ويا رب يكون عجبكم العيش بتاعنا، عيش السحور. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.